اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا صحيت من النوم، ولادي مشيوا على مدارسهم، وقعدت حفظت الورد القرآني بتاعي ونمت شوية تاني. ماما كانت صحت قبليا ومشيت، رحت وانا صحيت بعديها، روحت البيت التاني، قلت لها يلا بقى يا ماما عشان نبدأ ننظف، احنا خلصنا شغل. كل يوم ناخد حاجة حاجة ونظبط ونشوف هنعمل ايه. قالت لي ماشي، قالت لي بس جهزي لنا الغدا الأول عشان العيال يجوا من المدارس، إيه الأكل يبقى جاهز، واحنا بعد ما نخلص هنكون تعبنا ومش هنقدر نعمل حاجة زي كل مرة. قلت لها حاضر ماشي، هعمل ايه؟ راحت قالت لي هقول لك اعمل ايه. بس فروحت جبت الطماطم غسلتها وقطعتها في الخلاط زي ما انتوا شايفين، وعليها بصلتين، وشايفين خضرة جنبي. يبقى هعمل ايه؟ لقيتها جايبالي كرنباية وحطها لي على الرخامة، والكرنباية منورة الرخامة. طب تمام يا ست الكل، هو مش وقته بس عادي، مع ان انا يعني يوم النظافة ده ممكن ناكل بيض، جبنة، سندوتشات بانيه لو عندي، اي حاجة تقضي الغرض والسلام. المهم ايه؟ اخلص من النظافة وبعد كده ايه الاكل ده سهل. هنا انا هعمل طبعا كله في الخلاط زي ما شاركتكم قبل كده، بس النهارده برضو هعمل يعني بطريقة جديدة، بس او مش جديدة كلكم عارفينها اكيد. بس حلة على النار وهنزل فيها بشوية الزيت، هعمله بالزيت النهاردة، وهنزل بالخليط اللي انا ضربته ده في الخلاط، بس مش اكتر من كده. ضربت البصل في الخلاط. طب انت ما حطيتيش ليه توم يا ام اياد النهارده؟ ما حطيتش التوم عشان التوم هحطه مع الرز، هي حماتي طلبها كده النهارده. حاضر. هنا حلة هسلق فيها الكرنباية، حطيت في الحلة شوية مية ومعلقة كمون مطحون اهو. تمام، المية كده كانت غليت، هنزل بالكرنباية بتاعتي. الكرنباية انا مجوراها وغسلاها واديها زي الفل. تمام، انزل بيها. طبعا انا شاركتكم قبل كده طريقتي في سلق الكرنب وفي تقطيعه والكلام ده. حلو الكلام اهو. هنا الكوباية بدأت تغلي من الجنب ده، هقلبها على الجنب التاني اهو. يا بنات سهلة جدا جدا جدا، ما تقلقوش وتخافوا منها اهو. هي طبعا مع غليان المية بتورج نفسها وبتتفرع لوحديها. انت ممكن ترفعيها بايدك، ممكن ترفعيها بالشوكة، عادي مفيش مشاكل اهو. بوريها لكم. هنا هبدأ ارفعها بايديا عادي جدا جدا جدا، سهلة وبسيطة. هتسخن عليكي هاتي الشوكة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما كنتش حاطة في مخيلتي خالص إن أنا هعمل أكل النهاردة، زي ما قلت لكم كنا نخلص نظافة ونقضيها. هنا التسبيكة بتاعتي كانت ما شاء الله عليها، طلعت السمانة بتاعتها الدسم اهو على وش، ولونها احمر وجميلة وزي الفل. كنت حطيت لها ملح، دايما بحط الملح في الصلصة على اساس يحيج لي الرز كويس، يعني بدل ما يبقى حتة فيها ملح وحتة ما فيهاش. ومع طبعا كتر تجليب الرز هيتكسر مني. هنا صينية على النار وفيها شوية زيت، برضو انا هعمله النهاردة بزيت. المحشي النهارده كله ني في ني ومن غير لحوم ومن غير اي حاجه، واكلنا والحمد لله وشبعنا وكان زي العسل. هنزل بيها بالثوم بتاعي. انا ما رضيتش احط الثوم في الخلاط ليه؟ عشان انا عم احط الثوم هنا، حماتي زمان كانوا بيعملوه كده. تمام. هنا غسلت الرز وهنزل على الثوم اللي شوحته تشويحتين مش اكتر، وهنزل بقى على الرز بالتوابل والخضره والصلصه، بس مش اكتر من كده. سهل وبسيط وطعمه برضو بيبقى جميل اهو زي ما انتوا شايفين معايا. هقلب الرز تقليبة كويسة لحد ما يدخل فيه التوم والزيت. بعد كده انزل عليه بالتوابل واقلب الرز، كأن الرز يعني هيتشوح معايا لحد كده. تمام، لحد كده سهل، سهل جدا. طبعا هما اقل من 7 8 دقايق في الكرنباية، لكن هي بالفعل ما خدتش معايا وقت في عمل الصلصة بتاعتها وفي توضيبها، خدتش وقت خالص. بس يعني انا كنت بقول ان انا مش هعمل، بس هي طلبت عادي، طلباتها أوامر وسهل وخلص والحمد لله. وكان اقتراح حلو يعني، بعد ما خلصنا كنا جعانين فعلا ونفعنا أكلنا على طول. هنا نزلنا بالصلصة، شايفين لونه أحمر وجميل ازاي اهو.
اخدت شويه وسبت شويه عشان اسقي بيهم المحشي، عشان انا ما عنديش شوربه زي ما قلت لكم، ومش هطلع فراخ ولا اي لحوم من التلاجة عشان انا ما عنديش استعداد اجي اغسل واتبل وانقع والكلام ده كله، لا. الوقت اللي هعمله في نظافه اللحوم انضف حاجه فيه. اهو زي ما انتوا شايفين معايا كده، اقلب التسبيكه بتاعتي تقليبه كويسه، وهنزل على واطفي وانزل بالخضره. بس كده اهو، شويه محشي كانوا زي العسل والله، ومشطشطين وحلوين. بس يا بنات الطماطم مع البصل في الخلاط، اللي بيخاف ان هو لون الصلصه ما يبقاش احمر، لا والله يا بنات بيبقى احمر وزي الفل اهو. اهو احمر وزي الفل ولا اروع من كده. ونزلت عليه بالخضره بس ما حطيتش نعناع. ليه يا مؤيد ما حطيتش نعناع المره دي؟ كزبره وشبت بس، على اساس التوم والنعناع صعب ان هما يبقوا ميكس مع بعض، صعب، لا طعمه مش هيبقى احسن حاجه. انا المحشي اللي بعمله بشوربه وبالطرق اللي انا شاركتها معاكم مش بحط له اي نعناع، بحط له نعناع. لكن محشي التوم ده ما بحطلوش نعناع خالص. ومحشي التوم ده اصلا برضو مش بعمله كتير، ده انا ما بعملوش غير ممكن مره في السنه. هنا بقول لكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، فضلا وليس امرا. هنا العروق بتاعت الكرنب او العصايه زي ما بتسموها في الجعر، على العيدان بتاعت الخضره، على بصلايه، على طماطمايه، تمام. وهنحشي، هحط في النص شويه واحشي عشان بقيه الاطراف تبقى ايه، يوصلها الرز وما تنطرش في الحله. طبعا انتوا فاكرين ان انا هحشي؟ لا طبعا انا مش هحشي. انا عملت الخلطه دهيت وخدت الورق رصيته على صينيه، وهلا بلا يلا يا ماما اتفضلي احشي انتي. وانا بقى قلت هشوف اعمل ايه. هما كام صبع اللي حشيته معاكوا دول وخلاص، على كده ايدي ما تمدتش فيه تاني. هي اللي حشت واتبقوا كمان حبه رز معاهم، هتشوفوهم عملت بيهم ايه. بس ولا اسهل ولا اروع من كده. ومحشي سهل وخفيف وجميل، والمحشي مش بياخد وقت يا بنات خالص، زي ما انتوا شايفين معايا كده. بس هنا طلعت كل ده لحماتي وهي كملت، وانا شفت اعمل ايه. طبق بقت على البوتاجاز، وانزلي بيه بميه سخنه ولمي عيون بوتاجازك فيه. ايوه بقى، انا عملت الاكل اليومين اللي فاتوا، وجلت سمك وتحمير ورايح وجاي، كفايه بقى. لحد كده البوتاجاز طفش مني. ايوه طبعا كنت كل يوم بلمع وبغسله، بس مش النظافه اللي هي العيون اهي سودة ومش نظيفه، فلا كان لازم انجع واغسل الغسله المحترمه دي. فانتي مش هتعملي اي افتكاسات ولا اي حاجه، شويه بريل وليمونه وشويه ميه وحبه كلور، حط دول وانجع العيون فيهم وجرب وادعيلي. السواد هيطلع بسلكه خشنه حلوه معاكي، وهيبقى زي الفل. وبرضه من نفس المية ده هدعك البوتاجاز والفرن والجناب وكله. اهي السلكة طبعا المية هتغلي، وقشر الليمون ده سحر وبيلمع البوتاجاز وبيدي لمعان حلو خالص. شايفين البوتاجاز اهو. الحوامل دي برضو شلتها وغسلتها، وشايفين اللون الاسود ده مكان كله هينضف، والسيراميك وكله، بص هي هتبقى نظافة مجرحة جدا جدا للمطبخ. من شايفين الطرطشة والدهان، زائد كان فوق في السقف تراب. بس فاللي هو طبعا كان العاصفة الأيام اللي فاتت، فحماتي ما عملتش، فقلت بقى بالمرة أمسك المطبخ حتة حتة. ويا ريت دايما يا بنات وانتوا بتنضفوا ابدأوا بالصعب، ابدأوا بالمكان اللي تفاصيله كتيرة. ليه؟ أولا هتبقوا لسه بصحتكم، مش هتبقوا مهستكين. لكن المكان السهل لما تبدأ بيه وتدخلوا للصعب بيبقى الوضع أصعب. فانتوا سهلوا على نفسكم. هنا كنت شلت البوتاجاز من مكانه وخليته في نص المطبخ. هنا الحطين دول زي ما انتوا شايفينهم كده محطوط عليهم البوتاجاز من الناحية دي، والتلاجة من الناحية التانية هتشوفوها معايا، تمام. طبعا كده انا بغسل بالطريقة دي، اللي هو سلكة، وبحك بسكينة معايا، وبفضل ألمع فيه. طبعا أنا مش عارفة أظهر لكم النظافة كاملة، عفوا يعني، بس ده اللي أقدر أظهره. بس كده زي ما انتوا شايفين. هنا هغسل البوتاجاز ده وهلمع والستانلس بتاعه زي الفل، وهنزل بقى على الحيطان اهو. هنا كنت كبيت ميه في الارضيه علشان خاطر المع المكان البوتاجاز اللي مكان الارضيه. وهنا البوتاجاز كنت سايباه يتنجع والفرن كذلك. وهنزل بقى على الحيطان واحده واحده والشباك، مش هخلي مكان غير لما اعمله وانضفه في الحيطان. هنزل بالسلكة، وبعد كده هروح جايبة المكنسة، وهحط على المكنسة السلك بتاع المواعين.
مش هتجع يا ام اياد وعليها البر الله يا حبيبي، مش هتجع، انا متعوده بعمل كده اهو زي ما انتوا شايفين كده معايا، لا اكتر ولا اقل اهو. وانزل بقى على الحيطان رايح جاي واحك السلك يا بنات اهو زي ما انتوا شايفين معايا كده. هفضل في الحيطان بالطريقة دهيت لحد ما اخلصها واكب عليها مية واظبطها تظبيطة. انما ايه، بعد ما بخلص خالص بمسك فوطة نظيفة وبنشف بيها الحيطان. انا طبعي كده في نظافة السيراميك. هنا طبعا بريل ومية على الارض، وانزلي بمكنسة بفرشة بلاط بأي حاجة، وانزلي بقى ابدأ أحك في البلاط ده. وزي ما متفقين دايما إن النظافة من الإيمان، وكان لازم أعمل كده بعد التشطيب في البيت. تمام، أنا هفضل بقى أحك في البلاط وأنزل عليه حك 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 لحد ما ينضف ويرضيني، لحد ما أخد النتيجة اللي ترضيني. تمام، كانت الحيطان خلصت معايا، قلت امسك الارضيه برضو بالطريقه دي، كبيت البريل والميه زي ما انتوا شايفين، وهعمل بالمكنسه كده. والحته اللي بلاقيها مش سهله معايا بجيب سلك المواعين والسكينه وبعملها فيها. المهم ما فيش اي اثار دهان اتبقت على الحيطان خالص، والحيطان بقت زي الفل، ما فيهاش اي حاجه وبقت ناعمه وجميله. وهرجع البوتاجاز مكانه وخلاص على كده. هنا الحيطان بعد ما خلصت انا نشفتها بفوطه مخصصينها للحيطان. انا عندي واحده وحماتي عندها واحده. طب يا ام اياد انت ليه بتنشفيها؟ عشان انا وانا بدلق الميه بتطرطش، فلو ما نشفتهاش الميه هتفضل كده سايبه على الحيطان وشفافه فيها، وانا ما بحبش المنظر ده. لا انا مسحها عشان الحيطه تبقى رايقه وحلوه. هنا طبعا المنظر ده اللي انتوا شايفينه كل اللي طلع، بجيت طبعا بالميه اغسل واكب اغسل واكب لحد ما البلاط ده يبقى زي الفل معايا. هو كده النظافة اللي على حج. والنظافة الصح انك انت تبدأ صح، الحيطان بعد كده الأرضيات زائد انا كده بدأت اروج الأرضية والبوتاجاز. هنزل بقى على فوق هتشوفوا معايا. شايفين بقى الجزء بتاع الحوض ده الكلمن وكمية اطباق حماتي حطاها. انا اتخلصت من الاطباق كلها اللي ملهاش لازمة، مش قصة ملهاش لازمة، اللي هي شلت الكمية الزيادة وخليت الاطباق اللي هتبقى في متناول ايدينا اللي يستعملها. وهي مفرشه المفرش ده على الكوبايات هحوش، وهتشوفوا معايا الشكل ده هخليه في الاخر زي الفل. بس هنا كنت خلصت طبعا بعد كام ساعة، طبعا مش على طول كده، مش وقت الفيديو خالص. هنا كنت خلصت ونضفت، والمطبقية كانت اتشالت من مكانها واتغسلت واتحكحكت واترصت تاني. وخليت الأطباق اللي احنا بنستخدمها على طول قدامي، وحطيت كوباية الشاي والباقي دخلته في ضرفة النيش عندها. والرخامة اهي شيلت المعالق وبرطمان المخلل، وشيلت السكاكين، وعلقت المخرطة والحاجات اللي أنا بستخدمها وهي على طول. وادي حتى السلك بتاع الفلتر اتغسل، وجزازتين المية دول بنبقى مالينهم ومخلينهم على طول أحسن المية تقطع. والتربو تحت اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين كده. والكل من حتى الفلتر اتغسل فوقيه وجنابه وكله. شايفين الحيطان بقت يا بنات فل شمعة منورة زي القشطة. ليه؟ عشان حكيتها بالسلك وبالمكنسة والبريل والمنظفات. على فكرة يا بنات اللي في الشباك ده بوه، هي مش تراب ولا وسخ. وبرضو الفوطة لما بتمسح الحيطان بتلمعها وبتديها لمعة حلوة. شايفين البوتاجاز اهو، شايفين الحمام اللي بقت نظيفة ازاي، والله ما حطيت اي اضافات ولا ملح ليمون ولا اي حاجة، مع اني انا عندي ملح ليمون وبحط، بس انا المرة دي عملته بالطريقة البدائية. قلب البوتاجاز نضف. وادي التلاجة اللي برضو في قاعدة التلاجة ده صدى يا بنات مش وسخ. هي الحيطة والبوتاجاز على جدار واحد عند حماتي. وكنت فرشت المطبخ وخلصنا، واللهم لك الحمد والشكر. خلص التشطيب شقتنا على خير عقبال عندكم جميعا. وشطبنا المطبخ بدأت بيه، وإن شاء الله مكملة نظافة في البيت كله بإذن واحد أحد. وفي شقة العريس برضو هنضفها إن شاء الله، وهشارككم وهوريكم معاكم. هنا بقى كنت خلاص فصلنا وغيرنا وصلينا العصر. قلنا نعمل ايه بقى؟ ناكل.
جعانين وعايزين ناكل. أنا حلة الكرنب حماتي ربنا يديها الصحة كانت حشتها، واللي اتبقى عملته فلفل اهو، هنولع عليه. بس فاكرين الصلصة اللي كانت متبقية معاكم، حطيت عليها شوية مية وظبطت الملح بتاعها وحطيتها غليت، وهسقي بيها المحشي زي ما انتوا شايفين معايا، لا أكتر ولا أقل، وهسيبه على النار يستوي. بس عقبال ما قعدت حفظت بنت القرآن، كان عندها حلقة قرآن، كان المحشي استوى. تمام. ما تنسوش اللايك يا حبايبي اهو. عفوا. هنا طبعا حطيت الشوربة زي ما قلت لكم تبقى تحت أول سطر، وأهز الحلة عشان خاطر الشوربة تدخل في كل المحشي زي ما انتوا شايفين معايا كده. بس كانت عايزة تاني أحط لها كبشتين، وأزود برضو الفلفل، وهولع عليه اهو. المحشي شاركته معاكم وسهل ومش بياخد وقت، وكانت فكرة حلوة بتاعت حماتي ان احنا حشيناه وركناه، واهو نفع، دي وقته واكلنا واللهم لك الحمد والشكر. هيغلي طبعا غلوة ولا غلوتين، وبعد كده اروح موطية عليه. طريقتك في التسوية انتي عارفاها، دايما فوطة في ايدينا، حاجة تطرطش على الحل على البوتاجاز. المواضيع دي بتسرع عملية التنظيف يا بنات. شايفين البوتاجاز بيلمع ازاي اهو، بقى زي الفل، ولا اروع من كده. كده المحشي كان غلا ووطيت عليه خالص، والفلفل برضو كذلك الامر كان غلا برضو ووطيت عليه. بس هنا بقت المحشي بتاعي كان خلاص على نار واطية وبيستوي، طبق على النار وهجدح معلقة زبدة. أيوة، ما هو ما فيهوش شوربة ومعمول بزيت والكلام ده كله، ننكي بقى حتة زبدة وهنجدحها ونطشها على وش المحشي، وخدي أحلى طعم وخدي أحلى روايح، وطعم تحفة وريحة تحفة. والأكل اللهم لك الحمد والشكر كان جميل وكان روعة، واللهم لك الحمد والشكر. مش شرط لحمة وفراخ عشان ناكل محشي، عادي جدا جدا جدا. عندك شوربة في الفريزر اعملي بيها، وهنا طش بقى الزبدة. زي ما قلت لك، عندك شوربة عظم، شوربة ماسورة، شوربة فراخ، شوربة بط، شوربة لحمة، انزلي بيها عادي على المحشي ده وعادي، وكلوا بيه وألف هنا وشفا على قلوبكم وقلوبنا. هنا المحشي كان استوى اهو معايا زي الفل، وهنقلبه بقى في الصينية، وطلعنا مخلل جنبيه، واللهم لك الحمد والشكر. وده كان غدانا النهاردة. ادي المحشي نازل مفلفل اهو وزي الفل ومفيهوش غلطة. بس اهو كل صابع طالع لوحده وبيلمع وجميل وكل حاجة. والفلفل برضو كان استوى وبيلمع وحلو خالص برضو، وعجبنا وكان حلو خالص. وأنجزت بفضل الله، اللهم لك الحمد والشكر. خلصت مصالح يومي على أكمل وجه، وأكلنا واللهم لك الحمد والشكر. ويا رب دايما كده مع بعضنا في الخير دايما يا رب، ويا رب دايما يجعلنا عند حسن ظن الناس، ويا رب دايما 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 بيوتكم عمرانا بالخير وعمرانا بذكر الله، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.